السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى زي ما انتم شايفين كده معانا صفقة فراخ صغيرة كده، شمورت صغير. بصوا الفرخة نص كيلو. هنعملها كده بدل الحمام. اول حاجة طبعا انا مخرطة بصل زي ما انتم شايفين كده، مقطع قطع صغيرة. خدت نص الكمية اللي انا مقطعاها، احط عليها شوية فلفل اسود وشوية ملح، وادعكهم بقى دعكة حلوة كده لغاية ما احس ان البصل دبل. اهو بصوا كده، اهو خلاص انا دعكت البصل. همسك بقى فرخه فرخه كده، ولا حمامه حمامه بقى، يعني تخيلوه انتوا حمام وخلاص. همسكها بقى كده اتبلها كويس قوي بالبصل والملح بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بصوا بدعكها دعكه حلوه كده. هجيب طبق بقى احط فيه كده اللي بدعكها، بتبلها كده تتبيله حلوه قوي، وبركنها يجي ساعه كده على بال ما بعمل لها الحشوه بتاعتها. بتكون اتشربت من البصل والملح والفلفل، وبتبقى طعمها حلو قوي. هخلص بقى الكمية اللي معايا كلها كده وارجع لكم على طول. بس هنا حبايبي كنت خلصت تتبيلة الفراخ كده زي ما انتوا شايفين. همسك بقى الكبد والقوانص اقطعها كده بالمقص قطع صغيرة. اخلص بقى الكبد والقوانص واجيلكم على طول. هنا كنت خلصت خلاص الحاجة بتاعتي اهي، جهزتها، حطيت طاسة على النار. هجيب معلقة سمنة بقى حلوة كده كبيرة واحطها على الطاسة. بس كده يا حبايبي فككت السمن كده زي ما انتوا شايفين، وهاخد بقى الكمية اللي فاضت من البصل. انا كنت مقطعة بصل، خدت نصه طبعا للتتبيلة، وده النص التاني هحطه في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. وهديله بقى كده تتبيلة على النار. انا مش عايزاه طبعا، مش هحمره، انا بس بدبله كده والسمنة تكون سخنت قبل ما احط الكبد والقوانص. بس هنا يا حبايبي خلاص زي ما انتوا شايفين كده، خلاص السمنة سخنت قوي، فحطيت الكبد والقوانص اللي انا مقطعاها. بفضل احمر فيها بقى كده على النار، بديها طبعا شوية فلفل اسود وبسيبها على النار كده لغاية ما احس انها خلاص دخلت في السوا واتحمرت كده مع البصل، وما بقاش فيها مية خالص. بفضل كل شوية بقلبها كده لغاية ما احس انها فعلا اتحمرت كده مع البصل. بحط لها شوية ملح، بفضل اقلبها زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما احس انها خلاص جاهزة على اني اكمل الوصفة بتاعتي. هنا اهي بصوا الكبد والقوانص بقى لونها عامل ازاي. هحط لها بقى شويه توم باودر وبصل باودر. هحط التوابل بتاعتنا كده، شويه بهارات فراخ. هقلب بقى التتبيله كلها كده، وهي بصوا على النار برضو لسه ما زالت على النار لغايه ما احس انها فعلا اتحمرت كده وبقى شكلها حلو مستويه، يعني خلاص ما بقاش فيها اي ميه. بس كده يا حبايبي الكبده بتاعتنا تعتبر خلاص جاهزه. بس هنا حبايبي بصوا هحط بقى ورقتين من اللوري، واحط واحدة كده من عود القرفة العيدان، عشان التتبيلة دي اللي انا هحط فيها الرز، فطبعا عايزاها تاخد كده بنكهها بالتوابل كده تبقى طعمها حلو. اقلبها تقلبتين كده وخلاص هي جاهزة معايا. هنا انا كنت غسلت الرز بقى وسايباه يتصفى. بصوا خلاص ما بقاش فيها الا السمنة بتاعتها بس، ومتحمرة زي ما انتوا شايفين كده. غسلة الرز ومصفياه كويس. هحطه على الكبدة بتاعتي كده، الكبد والقوانص، وبعد كده اديهم تقليبة كده وهم على النار. بفضل اقلب فيهم بقى كده لغاية ما اقلب الرز بالكبد بالبصل، عشان خاطر كله يشرب من بعضه كده زي ما انتوا شايفين. بديها تقليبة حلوة نار. هنا خلاص زي ما انتوا شايفين بصوا منظر الرز بقى متبل كويس، غالية مية بقى. هنا ده كيلو رز، لان انا بصراحة يعني هكمل بقية الرز اعمله للاكل، هاخد منه للحشو والباقي هكمل سواه. انا هنا حطيت حوالي كوبايتين مية. هسوي الرز كده نص تسوية. بس هنا الرز بتاعي كان استوى كده 3/4 تسوية زي ما انتوا شايفين. طفيت عليه وسايباه بقى يبرد خالص.
هجيب حاجة كده بقى واروح واخدة الكمية اللي انا هحشي بيها الفراخ بتاعتنا، وهسيب الباقي بقى في الطاسة اللي هو محطوط فيها. هكمل المية بتاعته بقى كده للسوا، واسويه رز عادي بالكبد والقوانص. خدت الكمية اللي انا هحشي بيها الفراخ علشان تبرد كويس قوي. باخد على قد الكمية اللي انا عايزاها كده، والباقي طبعا هيتاكل كده رز مع الفراخ. هنا بقى كنت حاطه صينيه زي ما انتم شايفين كده، حاطه فيها ورق لوري وحبهان وملح وفلفل اسود. حاطه التوابل بتاعتي في الصينيه كده اللي انا هسوي فيها الفراخ. بصوا انا بوريكم ان الرز بارد خالص، حاطه ايدي عليه ما فيهوش اي سخونيه. هبتدي بقى ان انا احشي الفراخ بتاعتنا. ما بحشيش الفراخ قوي، انا بحط كده كبشه صغيره من الرز، وبحط تحت الجلد برضو كبشه صغيره، وبحشي الزور بتاعها زي ما انتم شايفين كده. ما بحاولش املي الرز قوي عشان الفراخ بتاعتنا ما تفرقعش، بس في فرخه فرقعت مني يعني. بصوا انا محافظه قوي، بس في فرخه فرقعت، يلا الحمد لله، بس برضو اتاكلت يعني. بس هنا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا بملى الزور. ما بحاولش طبعا نحشي قوي، انا بحط الرز كده على قد ما تاخد، بمشي الرز جواها كده، وبفرد الرز برضو على تحت الجلد. بس هنا الفرخة بتاعتي كانت اتحشت زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هقفلها بالخلة، بفرد بس الرز كده على قد ما اقدر. بس هنا زي ما انتم شايفين كده، هنا ضفتها من الرز اللي عليها خالص. هجيب بقى خلة وهروح قافلة الفرخة بتاعتنا بالخلة كده، وهحطها في الصينية. هعمل معاكم 2 كده، وهكمل انا باقي الكمية. انا طبعا اسفه لبشاعه المنظر بقى، اللي هيقول بقى بشتغل بايدي. ايوه انا بشتغل بايدي وما بعرفش البس كلافز. انا بعمل طبعا اكل ولادي ومتعودين على كده، مش جاي لنا حد، ده البيت عندي، ف مفيش حد غريب يعني. بصوا الفرخه بتاعتنا وجمالها. كده كنت خلصت اول فرخه اهي، وهبتدي بقى اعمل التانية كده. برضو هحشيها كده زي ما انتم شايفين، بحاول افرد الرز جواها. بفرد الرز كويس كده عشان خاطر الفراخ بتاعتنا ما تفرقعش. بنضف الفرخة من الرز اللي عليها، وبرضو بقفلها بالخلة كده. بس كده يا حبايبي، خلاص الفرخة بتاعتنا برضو جاهزة كده زي ما انتوا شايفين. نضفها بقى كده واسوي الرز جواها، وكده الفرخة بتاعتنا جاهزة. دي الفراخ بتاعتنا اهي، خلصناها. اكمل بقى الكمية. بصوا انا بحط مية مغلية بوريكم، عشان انا طبعا هكمل بقية الكمية. وهحط في قلب المية الفراخ بتاعتي كده، وبعد كده هزود المية برضو مية مغلية، اولع عليها النار كده شوية، وبعدين هدخلها الفرن. خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى ورق فويل. بصوا منظر الفراخ وجمالها. انا هجيب ورق فويل بقى كده، اغطي الصينية واحطها على النار بس قيمة ما تقوم في الغليان كده، وبعد كده ادخلها الفرن تستوي براحتها، تكمل سواها. طبعا الرز مستوي، وانتوا عارفين الفراخ الصغيرة دي ما بتاخدش وقت. هنا بقى الفراخ بتاعتنا ما تخرج، بصوا كنت عملت شوية ملوخية، احلى ملوخية ممكن تشوفوها. بصوا اسمعوا الطشة بتاعتها وجمالها. الله على الملوخية وجمالها فعلا. الله، سامعين؟ والله فعلا، والطعم كان جميل جدا. عملت شوية كشك وعملت شوية ملوخية. الملوخية من منظرها يعني بتتكلم لوحدها. ودي الفراخ بتاعتنا كانت خرجت، حطيتها تحت الشواية شوية زي ما انتوا شايفين كده، والملوخية كانت جاهزة، والكشك والرز بتاعنا اللي سويناه اهو. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني. وهستنى رأيكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. نسيت اقول لكم اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا. باي.